بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنأخذ شيئا قليلا في هذه الليلة. ومر معنا في الدرس المتقدم ما حصل ليوسف عليه الصلاة والسلام من الابتلاء بامرأة العزيز بأن دعته إلى الفاحشة، فلم يستجب لذلك. وبعد ذلك ما حصل منها من الكذب والمكر والكيد، أرادت أن تلقي التهمة على نبي الله يوسف، لكن الله عز وجل برأه. قال تعالى: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. قال العلامة السعدي رحمه الله: يعني أن الخبر اشتهر وشاع في البلد، مع أنه أمر يوسف بالكتمان، وكتم يوسف عليه الصلاة والسلام، لكن انتشر الخبر من شخص آخر وشاع في البلد. قال يعني أن الخبر اشتهر وشاع في البلد وتحدث به النسوة فجعلن يلمن ويقولن، أي يقولن هن النسوة: امرأة العزيز تراود فتاة عن نفسه قد شغفها حبا، أي هذا أمر مستقبح. هي امرأة كبيرة القدر وزوجها كبير القدر، ومع هذا لم تزل تراود فتاها الذي تحت يدها وفي خدمتها عن نفسه، ومع هذا فإن حبه قد بلغ من قلبها مبلغا عظيما قد شغفها حبا. أي شاع الخبر وانتشر الخبر في المدينة من ما حصل من امرأة العزيز مع يوسف، من أنها دعته إلى الفاحشة وراودته عن نفسها، أي أن يفعل بها الفاحشة. فتحدثت به نسوة المدينة، مصر، مدينة مصر، في مصر كانوا، فجعلنا النسوة يقولن هذه ما تستحي على نفسها، لماذا تفعل كذا؟ يلمنها ويوبخنها ويقولن أيضا يعني امرأة العزيز كبيرة القدر، عزيز مصر، وزوجها كبير القدر، ومع هذا لم تزل تراود فتاها الذي هو في خدمتها، الذي هو تحت يدها وفي ملكها وتحت تصرفها وفي خدمتها. ومع هذا، مع أنه في خدمتها خادمها وتحت تصرفها وفي ملكها، قد أحبته حبا شديدا، قد بلغ حبه شغاف قلبها، قد شغفها حبا. قال قد شغفها حبا، أي وصل حبه إلى شغاف قلبها وهو باطنه وسويداؤه، وهذا أعظم ما يكون من الحب، أن يصل إلى سويداء القلب. إنا لنراها في ضلال
مبين، حيث وجدت منها هذه الحالة، وجدت منها هذه الحالة التي لا ينبغي منها، وهي حالة تحط قدرها وتضعه عند الناس. نعم، قدرها عظيم، امرأة العزيز قدرها كبير وزوجها قدره كبير، ومع ذلك تريد أن تراود من هو في ملكها ومن هو خادمها ومن هو تحت تصرفها أن يفعل بها الفاحشة والعياذ بالله. فهذا من حط قدرها ومن منزلة وهذا سبب لأن تضع قدرها عند الناس، لا يكون لها ذلك القدر وتلك الرفعة. نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.